بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي. رجعت لكم اليوم بهذه الدجاجة اللي حمرتها في الكيكوت، جات بنينة ما شاء الله. قلت خلي نشاركها معاكم ونعت لكم الطريقة نتاعي في هذه الدجاجة. عندي دجاجة كبيرة ما شاء الله، لوحتها في الكيكوت، قفلت عليها 20 دقيقة هي طابت. وإذا عندكم كيكوت عادية ديروها 40 دقيقة تلقاوها طابت حتى هي. شوفوا كيفاه تذوب في الفم، في اليد قبل الفم. بسم الله. نجيبوا الدجاجة نتاعنا كالعادة، ننظفوها، نحيو لها الريش. المهم تعرفوا كيف تنظفوا الدجاج حبيباتي. ننظفوها مليح ونغسلوها بالماء والخل والملح، ونخليوها تتقطر مليح، ونشوطوها على النار على الطابونة باش نحيو لها هذوك الزغب. ونجيب نحطو التوابل. شوفوا التوابل واش عندي هنا. عندي الفلفل الاحمر الحار، وعندي الكركم، وعندي الكمون، وعندي تابل الدجاج، وعندي فلفل الحلو، وعندي مغرف صغيره نتاع الثوم، وعندي 2 مغارف زيت، وعندي رشه نتاع فلفل الكحل، وعندي ليمون مغرف، نص مغرف كبيره نتاع الماكله. نخلط هذا الخلطه مليح، نزيد لها شويه زبده مليحه للدجاج. عندي مغرف كبيره، عندي هنايا معدنوس يابس، مغرف كبيره تاع الملح، 2 مغارف خل، ونخلطو مليح التوابل تاعنا. ونجيبو الدجاجه تاعنا بعد ما تقطرت كما قلت لكم ونشفت، نجيبو الموس نثقبو فيها الثقبات. هنا انا ما عنديش الثوم، فضت عليا ما كنتش على بالي. اذا عندكم الثوم شدوا الثقبات هذوك، اشرقوا فيهم حبات تاع الثوم، تجي بنينه ما شاء الله. ونحلو مليح الجلده هذه اللي بين الصدر، نحلوها ونعمروها بهذه التوابل هكا جينا بنينه ما شاء الله. بعد ما ندهنوها مليح بالروايح هذو اللي درناهم، نخليوها ترتاح تقريبا ساعه، يعني كيما عطيتو لها الوقت مليح لها. كي نكملوها حبيباتي نحطوها نغطيوها ونخليوها ترتاح. وهنا نجيب البصله، نجيب حبه تاع بصل كبيره كيما راكم تشوفوا فيها، نقصها هكا جنيوحات ونحطوها تحت الدجاجه داخل كيكوطه. انا اليوم راح نستعمل كيكوت مينود. انتم اذا ما عندكمش كيكوت مينود ديروا، اللي ما عندهاش كيكوت مينود ديروا في الكيكوطه عاديه. خليوها حوالي 40 دقيقه. انا هنا درتها 20 دقيقه طابت لي. بعد ما قليتها شوي في الزيت، سخنت الزيت وحطيت الدجاجه تاعي في المقله، قليتها على جهتين، ومن بعد جبت الكيكوطه حطيت فيها البصله هذه اللي قصيتها معاكم، نفرشها الدجاجه نتاعي، ونحط الدجاجه نتاعي بهذه الطريقه، نحطها على جهه الصدر، ونجيب هذيك اللي خدمت فيها التوابل نمصمصها بشويه ماء، حوالي نص كاس بركه. الدجاجه نتاعنا البصل راح يطلقوا حتى هما لاصوص. هاي الدجاجه نتاعي طابت. قليت البطاطا، جبت لاصوص هذيك اللي كانت تحت اللي خرجت لي من الدجاجه، خلطتها في البطاطا هذيك مع البصله هذيك، جات بنينه ما شاء الله. حطيتها في صحن تقديم، وحطيت الدجاجه نتاعي بهذه الطريقه. وشهيه طيبه، وشكرا على المتابعه والمشاهده. واذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالجام، ومرحبا بكم دائما في مطبخ رمانة حبيباتي. نستنى في التعليقات نتاعكم والتشجيعات نتاعكم، شجعوني باه ديما نرجع لكم حبيباتي بجديد. شكرا، باي باي.